من مدينة بورسعيد بنعمل لكم تصوير لحديقة فريال اللي تم إنشائها سنة 1869 في عهد الخديوي إسماعيل، واللي شهدت حفل افتتاح قناة السويس. يعني الحديقة أصلا لما تم افتتاحها كان الهدف الأساسي منها أن تستقبل الزوار والمدعوين لتشهد حفل افتتاح قناة السويس. حديقة اهي غير البراجولة التاريخية اللي حضر فيها الأمراء والملوك، كان في براجولتين على اليمين وعلى الشمال. أدي واحدة دي على الشمال اهي، وعلى يمينها دي، يبقى 3 براجولات. الخديوي إسماعيل عزم رجال الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي، لكن مش عارف بالتحديد مين على اليمين ومين على الشمال، لكن هي كان في على اليمين وعلى الشمال رجال الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي ليشاركوا في حفل افتتاح قناة السويس. وحضر الحفل تقريبا حوالي 6000 شخص من المدعوين، وكلهم جم بمراكب على خط القناة. وكانت البيوت اللي حوالين الحديقة على فكرة على مساحة 21900 متر من المساحات الخضراء، كان حواليها مفيش بناء، كان الأماكن فاضية، وكان منها لقناة السويس. هم نزلوا في القناة بالمراكب وجم الحديقة مترجلين على الأقدام عشان يحضروا حفل الافتتاح. طب المباني دي اتنشأت امتى؟ المباني دي اتنشأت بعد انتهاء الحفل او بدأ تجهيزها ان هي تكون لسكن الأجانب، لأن القناة طبعا كان في مرشدين سياحيين وكان في أجانب، فبدأ يبقى القناة للعمال الأجانب اللي موجودين. كانت بتتبنى البيوت اللي انتوا شايفينها دي، ودي احد البراجولات اللي شهدت ضيوف حفل الافتتاح رجال الدين الاسلامي او المسيحي، لان دي براجوله اهي، والتانيه في مواجهتها بالظبط في نفس المسافه، واللي في النص هي اللي حضرت القاده والزعماء والرؤساء. كان جميل.